مساء الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بمناسبة بقى الشتاء اللي هل علينا ده او اللي لسه هيهل علينا، القرنبيط بقى اليومين دول الموسم بتاعه. كل سنة وانتم طيبين. كتران بقى في السوق. جبت قرنبيطة حلوة كده، هعملها معاكم بقى بطريقتي اللي ما بغيرهاش، وهعمله بالطريقة اللي هي المعتادة بطريقة امهاتنا يعني بتاعت زمان. بس انا الصراحة بحب الطريقة بتاعتي، بتخليه كريسبي كده وطعمه جميل ومقرمش، بجد بيبقى تحفة. هقول لكم بقى انا بعمله ازاي. بجد حلو قوي، بيبقى طعمه لذيذ فظيع. اللي بيعمل قرنبيط زينا نقول له يا عمنا. تابعوا بقى معايا الفيديو، ما تنسونيش باللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انا بنزله. يلا بقى بينا على الطريقه. انا هنا جبت القرنبيطه بتاعتي وقطعتها. انا بحبها ثمرات صغيره كده، ما بحبهاش تبقى كبيره عشان تبقى مقرمشه كده وحلو. قطعتها وشلت العروق اللي ملهاش لازمه كده ونقعتها في ميه. غسلتها ونقعتها في ميه. وعندي حله على البوتاجاز بقى فيها ميه بتغلي. هحط فيها ملح وكمون، مش هحط اكتر من كده. في ناس بتسويها على البخار على فكره، يعني بتحط حوالي ربع كوبايه ميه كده وتسيبه كده لحد ما يتسلق مع نفسه. بس احنا بنعمل الطريقه المعتاده بتاعتنا، يعني اللي ما بنغيرهاش. حله فيها ميه، حطينا فيها ملح وكمون، وهنحط بقى ننزل بقى بثمرات القرنبيط دي. بجد ما تكبريش كده الثمره وانتي بتقطعيها. خليها حجمها صغير عشان تديكي قرمشه كده وتبقى حلوه قوي قوي، وتستوي كده من كل الجوانب وتبقى حلوه قوي. هنا بعد ما استوت ما هرتهاش، يعني سواها مظبوط. بصي ده كان شكلها، هي سخنه. عايزه اوريكي هي متماسكه وفي نفس الوقت مستويه وحلوه قوي. هنا هنعمل الخلطه بتاعتها. عندي هنا بيضتين. هي القرنبيطه بتاعتي على فكره مش كبيره يعني، حلوه متوسطه. حطيت فيه بيضتين وحطيت معلقه كبيره كده من الثوم، مقطعه فيه قرن فلفل كده سبايسي. معلقه مليانه حلوه قوي كده من الثوم، يعني القرنبيط بيحب الثوم. وعندي هنا الخضره بتاعتي اهي، خرطتها برضو قطع صغيره. وعندي معلقه صغيره كده من البيكنج باودر، بيخليه هش كده وحلو، معلقه صغيره خالص يعني. وعندي هنا 3 معالق من النشا. النشا بيخليه كريسبي وحلو قوي. بجد التوبنج او الخليط اللي احنا بنعمله للقرنبيط ده حلو قوي. انا بحبه سبايسي، فهحط معلقه من هريسه الشطه. براحتك، عايزه تحطي شطه اللي هي الناشفه تمام، مش عايزه تحطي شطه خالص برضو براحتك يعني. بس انا بحب تبقى سبايسي كده. حطيت فلفل اسود وحطيت كمون معلقه صغيره من كل حاجه، وحطيت بابريكا. وهحط كده معلقه صغيره كمان من الكركم، بيديله لون حلو اهو. ومش هحط توابل اكتر من كده. عندي هنا كوبايه زبادي بتديها طعم حلو قوي كده، وبتهدي الحرقان كمان بتاع الثوم. لو انت بتتعبي يعني من الثوم وكده، جربيه بقى بعلبه الزبادي دي، هتفرق قوي في طعمه. حطيت طبعا الملح بتاعي ظبطته. وهنا بقى هنزل بالدقيق. انا نسيت احط حاجه بس هرجع احطها معاكم، انا بحبها بتدي طعم حلو قوي. وهنا حطيت ميه عاديه خالص. في ناس بيعملوه باللبن، لبن صافي. براحتك، عايزه تحطي نص لبن على نص ميه. انا حطيت استكفيت بعلبه الزبادي وزودته ميه. هحط مرق الدجاج، ايوه انا بحب قوي مرقه الخضار دي، مرقه خضار سايبه. حطيت معلقه صغيره بتخليه مسكر كده وطعمه حلو. هقلب بقى فيه كده لحد ما يديني القوام اللي هو يعني ولا يبقى سايل قوي ولا تقيل، يبقى قوامه مظبوط. هوريكي برضو القوام اللي انا محتاجاه، اللي يعني اللي يبقى مظبوط. انا لقيته خف شويه مني، فحطيت كده معلقتين كبار من الدقيق وهقلب فيه. بجد جربوه على طريقتي، هيعجبكم قوي قوي قوي. والخليط بتاعه ده بيبقى طعمه بجد فظيع. عايزه اقولك اللي بيتبقى اصلا من الخليط ده انا ما برمهوش. انا هقولك انا بعمل بيه ايه في الاخر. بجد احنا بنحب اللي بيتبقى في الاخر من الخليط اكتر من القرنبيط نفسه يعني. بجد بيبقى حلو قوي. بصي هنا ده قوامه كده تقيل شويه، فانا بس هحط نقطتين ميه يعني، معلقتين كبار كده. مفيش اسهل من كده. زي ما قلتلك، لو مش عايزه تحطي هريسه الشطه ما تحطوهاش، عايزه تحطي شطه يعني اللي هي الناشفه تمام. بس انا بحب كده، بتديها طعم حلو قوي، بتبقى سبايسي كده وطعمها خطير. والتوابل بتاعتنا ما كانتش كتير ولا حاجه، فلفل اسود وكمون و... وكركم وبابريكا ومرقه دجاج برضو لو مش عايزه تحطيها براحتك. هنا كان قوامه كده بقى ظبط معايا وتمام.
هنا بقى هحط ثمرات القرنبيط بتاعتي. دي الطريقه بقى بتاعتي اللي انا بحبها ومعتمداها. حتى هتلاقوني لما بسوي القرنبيط اكتر حاجه عملتها اللي هي الطريقه بتاعتي، لاني انا بحبها وولادي كمان بيحبوها، وبحسها ما بتشربش زيت كتير كمان يعني. بصي ايوه، هو ده بقى طريقتي. انا بجيب فيجيتار، ده فيجيتار سايب على فكره من عند العطار، بجيب حار على بارد كده وبحطه في علبه واحتفظ بيه في التلاجة. اهو بحب احطه قوي قوي بعد الخليط ده في الخليط السائل، بحب احطه في الفيجيتار، بيخليه كريسبي كده وطعمه خطير، ومش بيخليه يشرب زيت بجد. والله جربوا بقى التكه دي هتعجبكم جدا. انا معرفش بقى في ناس بتعمل الحركه دي ولا لا، بس امهاتنا زمان طبعا ما كانوش بيحطوه في الفيجيتار، كانوا بيقلوا يعني من الخليط على الزيت على طول. انا برضو هعمل معاكم الطريقه دي، هوريكم الفرق. بس انا عن نفسي بحب الطريقه بتاعتي دي اللي هي ايه، اخرجه كده من الخليط السائل ده وانزله كده في الفيجيتار، بجد طعمه بيبقى مختلف جدا، اكنك بتاكلي كنتاكي عامل نفسه قرنبيط. هنا خلصت اول كميه وعندي الزيت بتاعي سخن كده. هنزل بقى بقطع القرنبيط بتاعتي اللي غطيناها كده بالفيجيتار، بجد بتبقى تحفه وطعمها حلو قوي قوي. انا بحسها بتبقى مختلفه كده، حاجه طعمها حلو ومش شاربه زيت كمان. بصي هنا بعد ما خدت لون ما اجيتش جنبها خالص، بعد ما خدت لون كده قلبتها اهو. بصي بصي عامله ازاي، مقرمشه كده وكريسبي. كان نفسي اسمعكم الصوت والله، بس كانت بنتي صغيره جنب مني وولادي داخلين طالعين، مش مخليني مركزه. بس بجد والله كان مقرمش وطعمه خطير جدا. بصي شكله بقى بعد ما اتحمر، انا بخرجه على مصفى، مش بحب اخرجه على مناديل مطبخ عشان ما يطرش معايا، خرجيه على مصفى. تمام اهو، ده شكله تحفه تحفه، واخد لون وطعم، وما اقولكيش بقى الريحه بتاعته، ريحه الخلطه كمان اللي احنا عملناها دي بجد بتوديه في حته تانية خالص، بتخلي طعمه كده بجد فظيع. انا طريقتي دي ما بغيرهاش. هنا بعد ما خرجت اول كميه بشيل اي كده حاجه وقعت في الزيت كده بنضفه عشان ما يتحرقليش الباقيين. تمام. هنا بقى كنت فاكره ان انا بصور، بس للاسف طلعت الكاميرا مش بتصور. هنا بقى اللي خدته من الخليط زي اللي امهاتنا كانوا بيعملوه زمان، خدته من الخليط على الزيت على طول، يعني بنزله كده في الخليط واخده بقى من الخليط اهو، واحطه ايه في الزيت على طول من غير ايه الفيجيتار. تمام. دي طريقة امهاتنا المعتادة يعني، اللي زمان كانوا كلهم بيعملوها يعني. هي طعمها على فكرة بتبقى تحفة، طعمها والله بيبقى جميل. بصي كان نفسي هنا اسمعك القرمشة، بجد كان تحفة. والتانية برضو على فكرة من غير الفيجيتار والله بتبقى حلوة جدا، وبتبقى برضو طعمها تحفة، لان الخليط اصلا اللي احنا عملناه السائل ده طعمه حلو جدا ومميز. بس انا بحس دي بتشرب زيت كده وبتبقى تقيلة وبتتعب كمان، فلا انا بحب اللي هي بيبقى فيها فيجيتار اكتر، حتى تلاقوني عملت كمية الفيجيتار اكتر من الكمية دي يعني. هنا برضو بعد ما خدت لون، بس بصي مش زي بقى التاني، خدت لون برضو وخرجته اهو. بصي الفرق، بصي الفرق بين ده وبين ده، طبعا الفرق واضح، بس والله برضو طعمه حلو قوي. هنا خلصت بقى الكمية بتاعتي، واتبقى الخليط السائل ده ارميه؟ لا خالص، على فكرة انا بحبه جدا جدا جدا. بيبقى فيه كده ثمرات صغيرة كده اتقطعت ووقعت جوه الخليط ده، بهرسها كده في الشوكة، يعني برضو ثمرات من القرنبيط، بهرسها كده في الشوكة وايه، وبقلبها تقليبة حلوة واقليها، احطها قراص كده في الزيت. طبعا انتوا عارفينها القراص دي، مين ما بيعملهاش؟ طبعا انا بموت فيها والله. احنا بنسيب القرنبيط وبناكل القراص دي. دي شكل القراص كده بعد ما خلصت قليتها برضو، عملت لي كام قرص محترمين. احنا بنموت فيها يا جماعة والله. عيش بقى سخن كده بلدي، وسلطة وبطاطس محمرة بقى او شيبسي براحتك، وعيشي عيشي بجد تحفة. احلى اكلة بجد، من الاكلات المميزة والحلوة جدا جدا اللي انا بعشقها وبموت فيها. يلا اللي بيعمل قرنبيط زينا نقول له ايه؟ نقول له يا عمنا يا سيدي على الجمال، بجد تحفة.
جربوها بجد هتعجبكم قوي، انا واثقه بجد ان الطريقه بتاعتي هتعجبكم، والفيجيتار كمان بتخلي طعمها حلو قوي. يلا بقى كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الشتاء وروايح الشتاء بقى، يلا هاتوه واعملوه بقى وجربوه، قولوا لي رايكم تحت في التعليقات ايه. اتمنى الطريقه والوصفه تكون عجبتكم، بالف هنا وشفا يا رب على كل اللي كان. وقولوا لي بقى رايكم تحت في التعليقات ايه، وما تنسونيش باللايك، دي الاقراص التحفه اللي بموت فيها. اشوفكم بقى في فيديو جديد، واقول لكم مع الف سلامه، باي باي.